إدارة الزمالك أثبتت إنها فاشلة، فاشلة بكل المقاييس. فريق يضيع من إيده الدوري المصري وهو فايز على الأهلي في الدور الأول، ويجي يضيع من إيده كأس السوبر المصري، وبعد كده آخر حاجة يضيع كأس مصر اللي الأهلي اتسحب بيه، وبيقول له يا زمالك خد كأس مصر، أنا المنافس القوي لك، أنا اتسحبت، خد كأس مصر بسهولة. أنت ضيعت، لعبت بيه بالناشئين، لا أنت كنت عايز أصلا تتسحب من كأس مصر علشان ما تدفعش غرامه مليون جنيه وما تلعبش كاس مصر، فلعبت بالناشئين، لعبت بالناشئين وزي ما تيجي تيجي، يفوزوا ويتهزموا مش مهم، مش فارقه معاهم، مقابل عشان ما ادفعش غرامه او انسحب زي نادي الاهلي. طب الاهلي اتسحب، خد كام بطوله؟ شوف خد السنه دي كام بطوله، السوبر المصري ودوري ابطال، ويا عالم ممكن ياخد السوبر الافريقي منك، وخد كاس مصر اللي فات. انت عايز ايه تاني؟ جمهور الزمالك ما عادش مستحمل يا جماعه. انت